اللهم صل على حبيبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. أغلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة الرز بلبن ب3 أسرار. أول سر ازاي يطلع بالكشكشة القمر اللي انت شايفاها دي. وتاني حاجة هنعمله من غير قشطة، وكمان من غير كريم شانتيه، من غير كريمة لباني، يعني من غير ما نضيف له إضافات كتير. رابع حاجة بقى وهي السر بقى اللي هيخليه طعمه كله لبن في لبن. بجد تابعي الفيديو للآخر وهتشوفي النتيجة. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول وندخل الفيديو كده مع بعض. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك ان شاء الله مني كل جديد. ويلا يا قمر حطي اللايك. اول حاجة عندي كده كوباية الرز اللي انت هتعيريها على قد كمية اللبن. طيب هنا احنا نقعنا الرز لمدة ساعة كاملة، خلاص ساعة كاملة في مية وشطفناه كويس جدا وصفنا. هنا بقى المج اللي في كل بيوتنا، خلاص شلت منه معلقتين، يعني حطيت فيه في المج ده مج رز وشلت منه معلقتين كبار، خلاص معلقتين كبار. طبعا انا مش عارفه اقول لكم بالجرامات فبقول لكم بالمج. خلاص هنا بقى هنسوي اللبن بتاعنا او سوري الرز بتاعنا، هنسويه بنص لتر من الميه لغايه ما يبقى عامل زي العجين كده، يعني تحس ان هو استوى كده وبقى زي العجين. هو طبعا مش هيبقى زي العجين، بالعكس ده هيبقى رز طعمه تحفه، وهتجربي ان شاء الله وهتدعيلي. نصلي بقى على الحبيب المصطفى. ده تاني سر بقى يا قمر اللي انا هقولك عليه ده بقى، ان انت من الكيس للحلة على طول ما تغليش اللبن وبعد كده ترجعي انك انت تسويه في الرز، لا، من الكيس على الحلة بتاعتك على طول وتقلبي. خلاص هتلاقي الرز بتاعك فلفل تاني وبقى حلو وجميل ومعجنش منك ولا اي حاجة، بالعكس هيطلع معاكي رز دايب مستوي كويس جدا جدا واخد طعم اللبن، لان احنا ما فصلناش اللبن عن القشطه، احنا ما عملناش كده، احنا خلينا كل اللبن بخيره، فطعم اللبن وطعم الرز هيبقى كله لبن في لبن. تمام. ايدك بقى ما تتشالش من الحله غير لما تتعبي، يعني تقعدي تقلبي كده لان هو هيفور معاكي. خلاص هتقعدي بقى تقلبي 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 لغايه ما تدوخي وانت في المطبخ. تمام كده. صليتوا على الحبيب المصطفى. ما يلا بقى تصلوا على النبي، انزلوا تحت في الكومنتات كده صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا اللبن بتاعنا غلى شويه كده وهنقعد بقى نقلب زي ما انتوا شايفين كده. انا مش عايزه اجري الفيديو علشان اوريكم ان انا ما سبتهوش لحظه، على طول ايدي فيه، وده اللي هيديله نفس حلو وطعم حلو، وكمان هيطلع معاكي رز بلبن تحفه. حطينا بقى الفانيليا كيس او كيسين زي ما تحبي، وعندنا هنا كوبايه ونص من السكر لو انت عايزاه مسكر، كوبايه وربع من السكر لو انت مش عايزاه مسكر. ضفنا قد ايه؟ كيلو ونص من الحليب. هعيدلك تاني، كيلو ونص من الحليب او اللبن زي ما احنا بنقول في مصر، كوبايه اللي هي المج بتاعت الشاي بتاعنا، وشلنا منها معلقتين من الرز وطبعا نقعناه ساعة. هنحط السكر بتاعنا قد ايه؟ كوباية وربع من السكر لو انا مش عايزاه مسكر قوي، كوباية ونص من السكر لو احنا عايزينه مسكر قوي. خلاص لا طبعا احنا هنضيف له نشا. خلاص فطبعا هنضيف له نشا، يعني مش بمية او بحليب، يعني بمية او بحليب زي ما تحبي. شايفين بقى فوران اللبن عامل ازاي؟ الفوران بتاع اللبن ده بقى لما مع الرز بيتداخلوا كده مع الرز بيبقى طعمه تحفه، بيبقى طعمه اللبن، بيبقى خد من طعم اللبن. تمام كده. يبقى احنا حطينا اللبن بالكيس ما غليناهوش، ما غليناش اللبن، ودي نقطه مهمه جدا جدا. كده انا قلت لكم على 2 سر. خلاص كده انا قلبت هنديه. صلوا بقى على الحبيب المصطفى. قلنا السر الاول والسر التاني، خلاص فاضل سر واحد. تابعي معايا الفيديو علشان اعرفك ايه هو. مش هتتخيلوا اصلا ان هم بيعملوا كده علشان يخلوا فيه كرمشة للطبق بتاع الرز بلبن.
طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا عماله اقلب 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 لغايه ما دخت طبعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حط اللايك يا قمر، حط اللايك. هنا طبعا حطيت النشا وقلبته خلاص. حطينا قد ايه نشا؟ والله حسب النشا، لان انا جربت نوعين من النشا، مرة احط 3 معالق ويربط معايا، ومرة احط 6 معالق ويربط، فحسب النشا بقى خلاص. هنا طبعا اختبرنا الرز بلبن بتاعنا زي ما انتوا شفتوا، اختبرته في المغرفة، لقيت ان هو حلو ومتماسك وجميل وقمر، وبيقول لي يلا كليني. هنا طبعا كنا خلاص خلصنا كل الكمية، بدل ما تروحي بقى تشتري الطبق ب8 جنيه. وطبعا لو انتي مثلا 5 افراد، شوفي هتشتري يعني ب8 جنيه، حرام يعني. تعالوا بقى اقول لكم على السر اللي هيخلي الطبق بتاعك شكله جميل ومكشكش كده زي بتاع بره بالظبط بالظبط بالظبط. بصوا بقى، ميه ساقعه، ميه ساقعه من التلاجة خلاص. وهنيجي كده بالغطا، هما بيرشوا برشش فشاش، عارفين انتوا البخاخه؟ هما كده بيعملوا رشش فشاش على الرز بلبن، بس طبعا مش اول ما بيتغرف على طول، يعني استني دقيقتين 3 5 دقايق كده، وبعد كده اعملي الحركه دي. انا عماله اقرب لكم الكاميرا علشان تشوفوا حقيقي بجد، الكاميرا ظلمه فعلا الطبق. اول ما حطيت الميه الساقعه كشكش في بعضه كده وبقى شكله جميل قوي. هوريهولكوا برضو في اخر الفيديو، وكنت حاطه لكم صوره في اول الفيديو، هوريهولكوا برضو دلوقتي. انا مصره ان انا اقرب الكاميرا عليه واوريهولكوا، عشان انا بحب المصداقيه في كل حاجه، يعني بحب لما بعمل حاجه يكون فيها مصداقيه. بص يا قمر، يبقى احنا قلنا اخر سر اللي هو ايه، ان احنا هنضيف له غطا من الميه الساقعه على كل طبق، هنوزعه كده بالتساوي علشان يعمل الكشكشه. بصوا اهو، بصوا احنا طبعا هنسيبه شويه وهو هتلاقيه كشكش لوحده، ولما تدخليه كمان التلاجة هتلاقيه برضو كشكش خالص، هتلاقيه زي بتاع بره بالظبط بالظبط، مش تفرقيه عن بره. طبعا الطعم بقى تحفه، الطعم تحفه. طبعا كله لبن في لبن، ما ضفناش كريم شانتيه، ما ضفناش كريمه لباني، ما ضفناش قشطه. القشطه بقت في اللبن، وكله بقى طعم الرز كله لبن، حاجه بصراحه تحفه. اللهم بارك، من احلى الحاجات اللي انا بحب اعملها. بصوا شايفين اهو، شايفين انا بقرب لكم الكاميرا ازاي؟ طبعا لما بيخش التلاجة بيكشش اكتر من كده. وسايبه لكم الصوره في اول الفيديو، وبرضو هسيب لكم الصوره في اخر الفيديو علشان المصداقيه. بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، تمام؟ وتدعوا لي دعوه حلوه كده، وتصلوا على حبيبي المصطفى. اهو شايفين الطبق عامل ازاي؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، وطعمه تحفه. اللهم صل على حبيبي المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اهو شايفين الجمال والقمر، شايفين الكشكشه الجميله، شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.